النهاردة 14 يناير وفاضل 16 يوم والشهر يخلص. النادي الأهلي بيمر بأسوأ فترة انتقالات في تاريخه. الكل واقف يتفرج والفريق عمال بيفضى، وسكواد الفريق من سيء لأسوأ. الفريق محتاج مش أقل من 6 أو 7 صفقات، وكلهم صفقات رئيسية وأساسية، مش ترفيه ولا صفقات بديل ولا صفقات دكة. وللأسف فاضل أقل من 15 يوم ولا 16 يوم بالظبط. فاضل 15 يوم وبنلعب مبارياتنا بسكواد مستواه في الارض، اضعف ما يكون. السكواد الموجود ده اضعف ما يكون، مستواهم اصلا ما يأهلهمش كلهم ان هم يقعدوا دكه باستثناء امام عاشور. فاضل 15 يوم بس واحنا واقفين بنتفرج على المدرب اللي بيحاول يكسب ويقوم الفرقه، وهو مفيش في خط هجومه غير 2 مهاجمين بس، ولياقتهم راحت ونفسهم راح من كتر ما مفيش حد بيلعب غيرهم للاسف. كل سنه في نفس الميعاد ده في شهر يناير الإدارة بتفضل تقول معلش أصل شهر يناير ضيق، وشهر يناير مفهوش صفقات، وشهر يناير مفيش حد بيستغنى كتير عن فريقه غير ناس الكسر، ويقعدوا يسجدونا ويسجدونا، ويجوا حتى في انتقالات الصيف مفيش تدعيمات قوية. فبالتالي يا جماعة أبشركم بأن الأهلي هيقدم أسوأ موسم في تاريخه، من حيث في الدوري ولا في بطولة أفريقيا ولا في كأس العالم للأندية اللي احنا رايحينه في 2025. حاجة ما يستوعبهاش عقل، إن النادي الأهلي بجلالة قدره وبفلوسه وبنفوذه وبكل حاجة مش قادر يحسم صفقة ولا 2 ولا 3 كويسين، وكل 6 شهور بيخرج عدد لعيبة للإعارة وللبيع أكتر من اللي بيدخلوله.